هنعمل يالانجي بس على طريقتي، ورق عنب يعني سهل وبسيط وطعمه احلى بكتير قوي من اللي موجود بره. انا ما جربتش اللي بره ومش هجربه لانه بشتريش حاجه معلبات عموما من بره. جبنا وok نزلنا فيه 3 معالق زيت وحبه بصل كبيره، هنقلبهم مع بعض لغايه لما يتبالوا. بس في ناس بتحب المحشي تعمله بالخلطه ني في ني، انا ما بحبش ني في ني بصراحه، طعمه ما بيعجبنيش. بدبل البصل بس خلاص. لو عندي طماطم مش مسبكه بحط الطماطم عليها بقى تتسبك، بس هي مسبكه كده. انا ضفت هنا كوبايه واحده بس، كوبايه عصير طماطم مسبكه، يا دوب هتاخد غلوه وهطفي البوتاجاز. وهضيف بقى الاضافات بتاعتي. هضيف ايه؟ هضيف معلقه كبيره من بهارات المحشي، هتلاقوها على القناة. البهارات دي لجميع انواع المحشي بتديكي تيست وطعم للمحشي رهيب، والله العظيم رهيب بجد. اللي حابب يعملها موجودة في القناة، اللي حابب يشتريها من بره از يو لايك. دي معلقة كبيرة سماق. السماق شيء اساسي يا جماعة في الليلانجي، اساسي. بالنسبة للسماق النوع اللي اسمه زمزم ده مش حلو بما يرضي ربنا. اللي عاوز يجيب افضل حاجة واحلى طعم ابو عوف. طبعا اي حد متواجد بره مصر، لا بره السماق بقى اشكال وانواع، بقى الحاجات الاصليه مش اللي احنا عندنا هنا. بس هو افضل حاجه يعتبر موجود عندنا هنا ابو عوف، افضل حاجه انا جربتها بقى. ما باقي بصراحه مش حلو. المهم هننزل بقى هنا بملح وفلفل اسود وسكر. السكر معلقه صغيره سكر، الملح طبعا حسب ما بتدوقيه. الفلفل الاسود انا ما بضيفش كتير، بس يعني تلت معلقه. انتوا طبعا عايزين تضيفوا نص ماشي. في اضافات تاني، هنضيف معلقة كبيرة نعناع مجفف، هنضيف نص حزمة بقدونس كزبرة شبت، هنغسلهم طبعا ونصفيهم ونقطعهم حتت صغيرة خالص. ده كده الفلفل الأسود. أنا مش بضيف حاجة تاني غير دبس الرمان. دبس الرمان هنا شيء أساسي، الدبس والسماق شيء أساسي يا جماعة، يعني مفيش غنى عنه. محدش يقول مثلا مش هنضيف، لا انت كده بتعملي يبقى ورق عنب، لكن اليالانجي هو أساسه الدبس الرمان والسماق. وفي كمان إضافة، في ناس بتضيف قهوة، أنا مش هضيف قهوة. يعني في مناطق في سوريا بيضيفوا قهوة معلقة صغيرة، أنا مش هضيف عشان الأطفال، إحنا بنحبه بالطريقة دي ما بنغيروش. غسلت هنا يعني فوق النص كيلو رز وشوية، نص كيلو رز مصري أكتر شوية بس معرفش قد، يمكن كيلو إلا ربع. غسلته كويس جدا جدا من النشا بتاعته وصفيته. بعد ما صفيته ضفته فوق التسبيكة بتاعتنا دي. وبعدين الكهرباء قطعت، فانا ما صورتش بقى الجزء اللي هو فيه الخضره، دول الخضره اللي قلت لكم عليها. وضفت معاهم معلقه كبيره نعناع مجفف. بس دي الاضافات اللي انا ضفتها، ما ضفتش اي حاجه تاني اكتر من كده. اه لا، ضفت عصير ليمونه صغيره. اللي حابب يضيف الليمون هو اساسا بيضيفوا ربع كوبايه عصير ليمون، والدبس الرمان هنا بيضيفوا ربع كوبايه. الدبس انا ضايفه ربع لان احنا بنحبه، الليمون بس ليمونه صغيره. نيجي بقى لورق العنب. ورق العنب هنا كان متفرزن عندي، انا ما اشتريتش فريش، لا موجود عندي. بطلع اللفه، بعملها بستريتش راب، بشيلها في الفريزر، بغلي حبه ميه وبدلو عليها الميه، بتفك بتسيح بصفيها بس خلاص وخلصنا. وبعد كده بلف. وافضل طريقه اللي انا بعملها وموجوده على القناه ان شاء الله لما اجي اخزنه باذن الله، يعني ربنا ما يجيب موانع هبقى اوريكم برضو انا بخزنه ازاي. هنا انا بجيب ورق العنب بفرده مثلا على رخامه، على ترابيزه، على سفره، صينيه، اي حاجه. بناخد من الحشوه بتاعتنا وبنضيف بس مش كتير، يعني بالمعلقه كده حبه صغيره علشان ما تكبرش الورقه لما تستوي. بالنسبه للورق هنا هو كوكتيل بصراحه مش قد بعضه، لانه لما انا فرزنت السنه اللي فاتت كان عندنا ظروف، فكان الورقه كان مشكل بصراحه، ورقه كبيره ورقه صغيره. بالنسبه هنا احنا ضفنا الرز وبعدين تنينا الطرف من بره وبعدين تنينا الجنبين، وهنبرمها تحت ايدينا كالسيجاره او مثل السيجاره او زي السيجاره. بس اسهل منه مفيش ورق العنب، اسهل من الكرنب. في ناس بتلفه على ايديها بس انا معرفش، كنت اوريه لكم معرفش. بياخدوا ورقه العنب او الكرنب حتى بيحطوه على ايديهم وبيلفوه، انا ما اعرفش بصراحه. انا عندي مرات اخويا بتعمل كده، انا ما اعرفش. انا بالنسبه لي الطريقه دي اسهل. في لفافه بتاعت ورق العنب، في ناس بتفرد كيس الكتاعه بقى، تفرد كيس وتحط الورقه بتاعت ورق العنب وتحط الرز قال وتتني قال وتلف بالكيس وتحدد بالسكينه. وليه المرار ده؟ ليه؟ ما هو اسهل من ده ما فيش يا اخوانا. بالعكس الحاجات التانية دي كلها عطله، والله ده اسهل بكتير. المهم هخلص لف دلوقتي، الطريقه سهله قدامكم مش محتاجه يعني تعقيدات. هخلص لف وارجع لكم بعدين. هنرصه بقى في الحله اللي احنا هنسوي فيها. هنجيب حله، انا بحط في القاع تحت ورق العنب اللي هو اتقطع اللي زايد يعني متلفش، فيها خرم مقطوعه
برصه في القاع كله يحميها. وبعدين برص طماطم، لو عندي طماطم بعمل ترانشات او شرحات طماطم. ما فيش طماطم بحط بطاطس، بطاطا يعني. ما فيش بطاطس بحط جزر، اللي موجود عندي اي حاجه موجوده بجيب حبتين جزر واقطعهم برضو ترانشات او شرحات واحطهم في قاع الحله بس. وتيجي بقى للرصه بتاعه الورق العنب. مثلا بتعملي راق بالطول وراق بالعرض، يعني اول حاجه بيبقى داير ما يدور الحله، وبعد كده راق بالطول وراق بالعرض، وهكذا بالطول وبالعرض بس. في ناس بتعمل رصات تاني مختلفه، احنا دي الرصه دي بنعملها من زمان بصراحه، متعودين عليها يعني ما بنغيرهاش. لكن في انواع رصات كتير، ورق العنب بقى كل واحد يبتكر براحته. المهم الحشوه يبقى طعمها حلو، ده الاساس في المحشي يا اخوانا. بس كده انا هخلص هرصه كله. بعد ما نرصه بقى طريقة التسوية، يا اما هنجيب شوربة لحمة او فراخ، يا اما انا بجيب كوباية مية مغلية وبضيف عليها معلقة صغيرة من بهارات الفراخ اللي انا عاملاها، موجودة على القناة بهارات الفراخ، والله العظيم قسما بالله هتديكم طعم رهيب. طعم المحشي ده مع البهارات الفراخ في المية رهيبة بجد. وبهارات المحشي دي والله العظيم ملهاش حل، يعني يشهد ربنا على كلامي، فظيعة بجد، احسن ما تشتروها من بره، اعملوها في البيت. هنا هنرص باقي الحلة كلها، وبعد كده هنجهز المية المغلية. في ناس بتضيف عصير نص ليمونة لليالانجي برضو، وبيضيفوا دبس رمان. انا مش هضيف طبعا في المية ده كله، ده كفاية انا ضايفة جوه في الحشوة. ادي كوبايه الميه المغليه، هضيف عليها معلقه زي ما قلت لكم بهارات فراخ، وبعدين هننزل بيها فوق ورق العنب. اللي حابب يضيف معلقه سمنه بلدي من فوق يضيف، مش حابب خلاص احنا ضفنا 3 معالق زيت وخلصنا على كده. بالنسبه هنا للسائل بيبقى تحت اول صف او اول رق من ورق العنب، ما ينفعش يغطيه، لا بيبقى يدوب تحت اول صف. بعدين بنجيب طبق ازاز او طبق صيني او بايركس يعني، بنغطي بيه الحله، وبعدين بنحط الغطا وبنحطها على البوتاجاز. اول ما تغلي بنوطي النار تستوي. بعد ما تستوي بتطلع بنشيل الغطا، بنقلبها على طبق، بنخليها شويه كده ترتاح، وبعد كده هتنزل زي ما هي كده بقى، تتفكك تنزل زي ما هي بس وخلاص. حاجه بسيطه وسهله، واتمنى لكم الصحه والعافيه والستر يا رب. جربوها تعجبكم جدا جدا.